صلي على الرسول. دي الاباوه بتاعت الناس المتجوزه. بسم الله وربنا يستر. انا اكلت كل حاجه ممكن تتاكل، بس ما اكلتش راس خروف على الفحم ومحدش يعرف يعملها. مفيش معلمة ولا هيحسدني. يا عم ابو حاتم، عم ابو حاتم فين الراس يا عم ابو حاتم؟ باشا. فين؟ طلعها لي. الله اكبر، ده غطسانه تحت. طبعا غطسانه مش عايز تطلع ليه؟ هتطلع. الله اكبر عليك يا باشا، دي بتضحك يا عم ابو حاتم، دي فرحانه. البلدي بلدي، غنم صعيدي، اللي عنده زينا نقول له يا عمنا. احنا عايزين نعرف بقى الدماغ دي بتتعمل ازاي؟ دي الراس الضاني الغنم الصعيدي البلدي. تمام انا شغال غنم صعيدي بلدي. تمام. ذبحه المعلم صبحي كابر. الله اكبر. انا بلم ذبحه المعلم صبحي كابر يا حبيبي. ورسول الله انا شغال من ذبحه المعلم صبحي كابر، ودي بضاعته وهوضب قدام حضرتك دلوقتي وهتشوف. نبدا نوضب الراس الضاني. ايوه. ده ايه ده بقى؟ دي الجبهه الضاني اللي هو يعتبر خده. دي الجبهة. اللي بيقولوا عليها الوحده البلدي اللي فيها الجيلاتينه. يعني هي بعد ما بتتقطع بتتنضف كمان وبتتروق. انا هجيب لحضرتك كل حاجه برضو عشان تبقى شايف الراس الضاني عامله ايه وتحتوي على ايه بالظبط، وايه اللي بيتاكل فيها وايه اللي ما بيتاكلش. صح كده. فيها حاجات ما بتتاكلش. لا هي كلها بتتاكل بالصلاه على النبي. كلها. طب استنى بس عشان انا اللي شاغلني الودان دي بتتاكل. طبعا. لا والله. طبعا ما شاء الله الجبهه فيها بتاع ده لحمه حمراء اهي. جبهتين هطلعهم لحضرتك دلوقتي وهفرجهم لحضرتك. عندنا لسان حلو ومخ بيفهم. لسان حلو ومخ بيفهم. الله اكبر. ده اللسان يا باشويه. ده اللسان يا باشا. ده لحمه حمراء يا باشا. كسر لحضرتك بقيه الراس الجوهرتين والمخ. ده ايه بقى؟ ده المخ يا باشا. ده المخ الضاني يا باشا. فيها حاجه تاني؟ فيها لسه. إيه فيها ده؟ خير لسه يا باشا. دي بقى الجوهره اللي بيقولوا عليها نور الهدى. اكل البشوات والمزاجنجيه بس يا باشا. دي الجوهره يا باشويه. يبقى كده فصصنا الراس الضاني كلها قدام حضرتك. فيها جوهره تاني. فيها جوهره تاني. فيها جوهرتين ولسانين وجبهتين ومخ. دي الجوهره التانيه يا باشا. كده احنا يا باشا خلصنا الراس كلها. كده فصصنا الراس الضاني كلها. العجال البفتيك ده البتلو الصغير ورانك اللي اي حد يشتغل اللحم ده. بص يا باشا. طب معلش بس يا حاتم، دي من انهي حته؟ دي من الجبهه. يعني دي دماغ العجل. دي دماغ العجل. بتطلع كميه اللحمه دي. بتطلع كميه اللحمه دي زي ما انت شايف كده. ما شاء الله. شرايح لحمه حمراء باشا دايبه. دايبه فعلا. بص يا باشا، عندي مسلوق وعندي محمر وعندي على الفحم، ومش هتلاقي حته على الفحم دي في اي مصمت. اللي يقول لك كوارع يبقى بيتكلم بقلب. انا عندي الكوارع بالطريقه دي يا باشا، ما بنخدعش الزبون ولا بنديله جبهه ولا بنديله حاجه زي اللي حضرتك بتشوفها بره. بص يا باشا بعظمه ده بالنخاع عشان تخش المصمت وتعرف ان هو شغال كوارع صح ولا لا. ينزل لك الطلب بالطريقه دي كده يا باشا. عندي فته بالزبادي رقم 1 في مصر. فته بالزبادي. فته بالزبادي ده اختراع يا باشا. قشطه فعلا. استحاله تلاقيها بالطريقه دي في حته بره والله. احنا بنصحى الساعه 6 الصبح عشان نجيب بضاعتنا بالطريقه دي ونقف عليها ونطلعها بالجمال والحلاوه دي. انا الطلب ده كله عندي ب 60 جنيه. يحتوي على ايه بقى؟ لحمه راس وكرشه وفشه واباوه وممبار وطحال والشوربه والسلطه والعيش. كل ده ب 60 جنيه. انا شغال بلد يا باشا بالصلاه على النبي. انت برنس. الله يخليك يا استاذ عمرو. دي والله. الله يخليك يا باشا. صلي على الرسول. الاباوه دي طلقت 7 نسوان. اتجوز الاولانيه ما غسلتهاش صح طلقها. الست الثانيه نفس الكلام، غسلتها بالطريقه الصح طلعت بالطريقه ديت. فعجبت الملك عجبت الملك فاتجوزها. الله اكبر. يا عم ابو حاتم انا اول مره اشوف الفته دي اختراعي انا كنت معزوم عند ناس سعوديين وعملوا لي الاكل بتاعهم مدفون بالزبادي. اطلعت واتجددت من شغلي عشان اعمل الفته دي هنا في مصر بالطريقه دي. حضرتك تدوق كده وتقول لي راي حضرتك ايه. تسلم ايدك يا حبيب قلبي. بسم الله. وعليها تومه طعمها حلو قوي. الف هنا وشفا. الزبادي يا باشا بتخش كده ترطب، بيدي طعم حاجه تانية خالص، بيوديك في حته تانية خالص. لا وفي فته بالصلصه انا اعملها لحضرتك برضو. لا هنخش فيها عشان تدوقها. هنخش فيها. دي فته بالصلصه بالطشه بالخل بالثوم بالليه. لا ده فيها ليا يا باشا. يلا بينا. هي دسمه فعلا عن اي فته. دسمه. دي فته بالمخ. ده برضه جديده بالنسبه لي. دي جديده بالنسبه لك؟ طيب دي انا بعمل برضو فته بالمخ. فته عليها فص مخ والتومه برضه بتاعتهم الجميله. مخ حلو قوي. الف هنا وشفا. الف هنا وشفا. على فكره انا مش بجاملك عشان انت قاعد جنبي. قسما بالله الاكل عالمي. ربنا يخليك سعاده الريس. كل الاكل اللي قدام حضرتك ضاني ما عدا الكوارع. ما شاء الله دي مش كوارع ضاني دي صح؟ لا دي كوارع عجالي. دي عجالي.
بس هي انت بتنزلها كده بالعظم؟ دي انا بنزلها بالعظم وبنزل مخلي. اللي حابب كده اللي حابب كده واللي حابب كده. المهم انت مش هتاكل معايا ولا ايه؟ هاكل. طب يلا. بس اشرح كل حاجه وتحت امر حضرتك. مش محتاجه شرح دي. دي كوارع دي يا باشا عايزه عجالي كده. ايوه. ده السوى اهم ما في الموضوع، وتنظيفها وتحسينها ما يبقاش فيها شعر ولا الكلام دوت. وسواها اهم ما في الموضوع. الله. هي بتنزل وجواها شوربه كمان. الشوربه بتاعت الكوارع. طب بقول لك ايه؟ اصل انا ما ينفعش يفوتني الموضوع ده. ألف هنا وشفا باشا. دي بقى الاختراع بتاعنا اللي مش هتلاقيها في أي مكان تاني، لحمة الراس مشوية على الفحم. وده اللي خلينا اجي هنا اصلا. ربنا يخليك يا باشا. انا ما اعرفش ايه موضوع لحمة الراس على الفحم دي، اشرح لي بقى. ده لحمة الراس هي احنا عندنا هنا لحمة راس مسلوقة أو محمرة أو على الفحم. كرش دي برضه على الفحم. كرش على الفحم، ممبار على الفحم، أباوة على الفحم، فش على الفحم. اتفضل حضرتك دوق وقول لي إيه رأي حضرتك. ماشي. طب معلش يا عم أبو حاتم، هو إيه الفرق بين الممبار ده والممبار ده؟ ده بومبار ضاني. ده ضاني. ده ضاني. تمام. وده بومبار عجالي. تعالى كده نشوف الضاني. نشوف الضاني. الجلد بتاعته اتقل شويه. اتقل شويه عشان عليها متغطيه بطبق سمين. ده العجالي. هو احلى حاجه الخلطه بتاعته جامده. الخلطه بتاعته هي الخلطه متغطيه. صلصه والبصل سبايسي شويه والحاجات بتاعتنا بقى احنا سبايسي. فشه مشويه على الفحم. دي حاجه مستويه حلوه قوي. انا بقى اكلك بقى مني ده. ايه دي؟ كل واستطعم وقول لي راي حضرتك. دي حاجه في الدماغ دي. اللي تحت فص الجوهره. دي لحمه راس ضاني. ده النص جيبها الصرصور اللي هو ناحيه الودن. زي ناحيه الودن. ايوه. ماشي. طعمها حلو. دوق كده وجرب وقول لي ايه راي حضرتك. جيلاتينيه قوي كده يا باشا. ايوه. وبتدوب في البق. ريحه الحاجه انا باكلها انا شامم ريحه الضاني، شامم ريحه العجالي، مفيش اي ريحه ثانيه. الحمد لله يا رب العالمين. والله النظافه فوق كل شيء. وانا على فكره انا قبل ما اجي لك برضه انا ليا ناس صحابي مكانهم هنا، يعني هم السبب. هم اللي وصفوا لك حضرتك. هم اللي قالوا لي هتاكل لحمه راس ما اكلتهاش. احنا ما قلناش حضرتك تعالى، احنا فوجئنا بحضرتك على باب الدكان. بس لك المفاجاه. لا مفاجاه جميله. مفاجاه جميله. انا فعلا يا جماعه جاي صدفه، يعني هم مش محضرين الكلام ده عندهم ما شاء الله يوميا شغالين. الساعه كام الساعه كام يا ابو عمرو؟ انا ببدا شغلي هنا من الساعه 12:30 لغايه الساعه 2:30 3. دي لحمه الراس المسلوقه ضاني وعجالي. ده لسان عجالي. اوه انا احب اللسان ده. اتفضل حضرتك. حلو قوي قريب جدا من اللحمه. من اللحمه هي لحمه. ده زي القريب جدا من البفتيك. دي لحمه الراس العجالي. بصوا يا جماعه الدنيا هنا بتبظ يا باشا وتلظ وبتعمل كل حاجه. الله اكبر. بسم الله. ده الويسكي. ده ويسكي الشرابيه. ويسكي الشرابيه. يا لهوي يا عم ابو حاتم عندي شطه. ماشي دخلني في حاجه ثانيه بسرعه عشان الشطه دي. ماشي. ايه تاني؟ نروح للطبق المشكل بتاع المحل. طحال وكبده وكلاوي وكفته وقلب. ده الخفيف بقى على المعده. مش دسم قوي. مش دسم قوي. تسلم ايدك. دي كفته بلدي بنعملها على ايدينا، ما بنجيبش حاجه من بره. انا بعشق الكفته اللي هي المدوره دي. الف هنا وشفا. الف هنا وشفا. استنى بقى عشان ايه انا اول مره اكل الكفته دي في محل ياسمين. هي مبدئيا يعني ايه هي كفته يا جماعه مش ناعمه قوي، مش زي ما انا بقابلها. بعملها وش واحد عشان الزبون يحس بطعمها ببقه. دي حقيقه. عشان كده انت فعلا بتقول قريبه من الكفته. قريبه من الكفته الحاتي. ده حلو قوي. كرشه مدمعه اللي هي الكمونيه. يا عم هو في كده. هو في كرشه كده. كرشه يا جماعه دايبه. حته طحال بقى بالطحينه بتاعت عم ابو حاتم. انا شويه احس ان انا في مطعم مشويات، شويه احس ان انا في مصمت، شويه احس ان انا في البيت. ما هي دي انتوا عاملين ميكس غريب. ايوه والله العظيم انتوا فعلا ما هي ده السر بقى بتاع الحمد لله رب العالمين. الرضا بتاع ربنا علينا بيفتحها علينا، بيخلي دماغنا تروح لحته تانيه. ندخل الحاجات دي كلها عشان الزبون يخش هنا ويطلع مرضي. عايز اقول لك ان انا مبسوط. انا مبسوط ان احنا شفنا حضرتك. وشكرا لاستقبالك انت ربنا يخليك. وحاتم. سيبك من الاكل، كفايه الابتسامه اللي انت الحمد لله. الحمد لله. انا بجد مبسوط وعايز اقول لك ان انا هبقى هنا على طول ان شاء الله. تنورني. انا مش عايز اطول عليكم يا جماعه، الكلام باين من عنوانه. انا من اول ما دخلت لقيت النظافه موجوده اطمنت. انا بالنسبه لي المسلوق والمحمر والفحم الثلاثه عجبوني. هي بقى بتبقى مساله اذواق وبس كده. ده كان فيديو من مصمت حكايه برعايه عم ابو حاتم وحاتم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.